بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا وسهلا بكم جماهير نادي الزمالك. فيديو النهاردة فيديو عن مجموعة من أخبار نادي الزمالك. معكم سامي حسن، ونبدأ على طول بأول أخبار نادي الزمالك. موعد مباراة الزمالك والإسماعيلي القادمة في الدوري المصري الممتاز والقنوات الناقلة. يكثف الجهاز الفني لنادي الزمالك بقيادة السويسري كريستيان جروس المدير الفني لنادي الزمالك استعداداته لمواجهة الإسماعيلي في الجولة المقبلة لبطولة الدوري المصري الممتاز لتعويض الخسارة في الجولة السابقة أمام بيراميدز بثلاثية دون رد. ويركز الجهاز الفني لنادي الزمالك على مدار الأيام المقبلة على تجهيز مقاطع الفيديو الخاصة بمباريات الإسماعيلي لدراسة كل نقاط القوة والضعف في صفوفه وطريقته في الاستحواذ على الكرة والتحضير وكيفية اختراق صفوف الخصم وأهم اللاعبين الذين يعتمد عليهم في بدء خطته وأبرز الأوراق الرابحة في صفوفه. موعد مباراة الزمالك القادمة أمام الإسماعيلي في الدوري. مباراة الزمالك والإسماعيلي تقام في 7 مساء اليوم الجمعة القادم باستاد السلام ضمن منافسات الجولة الثانية عشر لمسابقة الدوري المصري الممتاز. القناة الناقلة لمباراة الزمالك والإسماعيلي في الدوري تنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الزمالك والإسماعيلي في الدوري المصري الممتاز مع وجود استوديو تحليلي يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية. بصوا بقى يا جماعة، بالنسبة لمباراة الزمالك والإسماعيلي طبعا مباراة قوية جدا، مباراة صعبة. طبعا دي مباراة جماهيرية، بغض النظر عن حتة جماهيرية ومش جماهيرية. الزمالك بصراحة لازم لعيبته تفوق لنفسها أكتر من كده. المباراة دلوقتي ما عادش فرق بتهزر، يعني ببص فريق بيراميدز الزمالك خسران الماتش اللي فات 3-0 مع ان النتيجة 3-0، وكانوا بيهاجموا الزمالك لاخر دقيقة عشان يجيبوا التاني والتالت والرابع، حاجة كده يعني ما وقفوش دفاع وكلام من ده. فطبعا احنا بنقول للاعيبة نادي الزمالك لازم يحسوا انهم بيلعبوا في نادي الزمالك، نادي كبير، لازم ياخدوا الامور بجدية اكتر من كده. الزمالك خسر الماتش اللي فات، والاسماعيلي برضه خسر الماتش اللي فات. الزمالك دلوقتي في المركز الثالث، اخر 5 ماتشات للزمالك كسب 3 وخسر 2. الاسماعيلي دلوقتي يا جماعة في المركز ال 14، اخر 5 ماتشات للاسماعيلي كسب 2 واتغلب 3. فطبعا الزمالك لازم يلعب بكل قوة، لان الاسماعيلي برضك هيحاول يلعب بكل قوة، لان اي خسارة للاسماعيلي ممكن تخليه يرجع كمان في المراكز، واي خسارة للزمالك ممكن تخليه برضك يرجع في المراكز. لان لو بصينا للنقط هنلاقي ان الزمالك عنده 20 نقطة، وراه المصري 19 وسيراميكا 19. يعني ممكن الزمالك لو خسر لا قدر الله تبص تلاقي ان الفرق ديت عدت الزمالك، ويلاقي الزمالك نفسه في المركز الخامس ولا السادس ولا السابع. طبعا ده مش حلو خالص لنادي الزمالك. فطبعا اللعيبة لازم تاخد الامور بجدية، وان شاء الله لو حد من الصفقات اللي هي الزمالك تعاقد معاه زي احمد حسام او اي صفقة الزمالك تعاقد معاها، لازم لو هيلعبوا يأدوا المردود المطلوب منهم. يعني واحد زي محمود جهاد اهو نزل التمرين، واحد زي احمد حسام نزل التمرين، دول اللي هم نزلوا التمرين. ممكن لو استعان بيوم ماشي، ما استعنش ما نعرفش، لان طبعا هم لسه نازلين التمرين. هم اي نعم كانوا بيلعبوا وكلام من ده، بس حته التجانس دي المفروض لو موجوده هتبقى كويسه. فطبعا لعيبه نادي الزمالك ياخدوا الامور بجديه، لان انت دلوقتي فوقك الاهلي 23 نقطة وانت 20 وبيراميدز 24. فطبعا مش معقول الزمالك يبعد اكتر من كده، لو بعد اكتر من كده هيبعد عن المنافسة. فطبعا لازم الزمالك تركز وتاخد الامور بجدية، لان ما عادش في فرصة للتهاون والتكاسل. وبالتوفيق ان شاء الله لنادي الزمالك في المباراة دي. الخبر ده بتكون نهاية الفيديو بتاعنا. شكرا لكم لحسن المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.